في هذا الفيديو غادي ندوي لكم على واحد الجورني اللي عشت واللي فريمون بالنسبه لي زوينه، وهي كيفاش دزت من الميكانيك القرايه ديالو انني ندوز فيه لاستاج وهاد اللعيبات كاملين، لانني نولي خدام في الماركتين وخدمه لي من بيسي. وصراحه ما كانش سهل انني نبدل المسار ديال حياتي وانا ولات عندي 25 عام، وانني قريت 20 عام باش ناخذ داك الدبلوم في هذيك الحاجه اللي هي الميكانيك. ولكن كنحمد الله انني دزت من بزاف الحوايج اللي خايبين واللي خلاوني نامن باللي انه ما كاين حتى شي حاجه مستحيله الا توكلتي على الله وبديتي خدام على ديك الحاجه. دابا اجي نشارك معكم كيفاش درت ليها وشنو استفدت. في 2013 من بعد ما خديت الباك ديالي في سيونس تكنولوجي ميكانيك، فبالتالي عندي باك ميكانيك، تقبلت في ليكول سوبيريور تكنولوجيك لو اس تي ديال قلمي، ومشيت لتما باش نقرا شي حاجه اللي كنبغيها واللي هي لينيرجي رينوفلابل، الطاقات المتجدده. ومن بعد عام ونص ديال القرايه ما بقاش عجبني داكشي، ولقيت راسي لقيت واحد الشغف جديد، واحد لا باسيون جديده اللي هي الطوموبيلات، وقررت انني غادي نقرا هاد الدومين. في 2015 بديت القرايه ديالي وخديت الدبلوم ديالي في دياغنوستيك اوتوموبيل من بعد عامين، يعني في 2017. وهنا حسيت باللي حتى الشغف ديال الطوموبيلات من بعد ما قريت ديك عامين، شفت بزاف ديال الحوايج، شفت كل ميكانيزم في الطوموبيلات كيفاش كيخدم، داك الباشن وداك الشغف الطوموبيلات كنحس بيه قل بزاف. فقررت انني ما غاديش نخدم في داك الدومين، بل ومن بعد بزاف ديال الضغوطات كنت انا ضد الفكره ديال انني نخدم ولا ندفع الخدمه في داك الدومين، ومشيت قلبت على خدمه في سونتر دابيل غير باش ما نمشيش نخدم في هذاك الدومين. و اون باراليل مع سونتر دابيل بديت كنتعلم الاي كوميرس، وبديت كندير دروب شيبين من امازون لاي باي. وهنا فين غادي نكتشف الماركتين. عجبني داك الشيء، لقيت شغف جديد، وقررت انني غادي نخرج من ديك الخدمه. طبيعه الحال كان كل شيء ضد هذه الفكره، لان واخا كنت خدام في سونتر دابيل ما كانش عندي تماره، ما كانش عندي لي زابيل، انما كانت عندي بوزيسيون ديال باك اوفيس. فالخدمه نوعا ما كانت مرتاحه، الصالير ما كانش شي حاجه ولكن مزيان، وبطبيعه الحال كاينين الامتيازات ديال الاوراق، التغطيه الصحيه ودوك الروينه كامله. فواحد النهار في واحد المكالمه اكتشفت انه كاينه واحد ليسونس في الماركتينغ ديجيتال، انا ما كان عندي حتى شي علم بهذا الشيء. فقلبت لقيت انها دايره تقريبا 3 مليون 27 الف درهم و500، وقلت يس ليتس دو ات. وقررت انني نستثمر هذوك الفلوس اللي كنت جامع في هذا الشغف الجديد، ونرجع نقرا دومين اللي ما عمرني قريته في حياتي ولكن كان كيعجبني. وهذا الشيء اللي درت. واخا دخلت معطل واحد شهرين ولا مع 3 شهور، نهار دخلت لقيتهم دايرين امتحان. داك شويه اللي كنت عارف قبل من خلال المقالات اللي كنقرا، الكتب اللي كنت كنقرا، وميم طون البراكتيس في الخدمه، هذوك النسبه ديال المعلومات شفعوا ليا وخلاوني انني نجيب 16 في هذاك الامتحان. هاد النقطه بالضبط عطاتني واحد الثقه لي خياليه كيفاش انني ما حضرت حتى شي حصه من هذاك الكور، ومع ذلك جبت فيه نقطه مزيانه. من بعد شهر بانت لي واحد لوبورتونيتي ديال واحد الخدمه في الماركتينغ ديجيتال نيت، دفعت ليها، دوزت لونتروتيان وبديت خدام، والحمد لله تيسر الطريق. وهاد الخدمه تعلمت فيها بزاف، بحيث كنت كندير بزاف ديال الخدامي بوحدي في هاد الشركه واللي كانت كتكبر كل نهار. فتلاقيت مع لي زانفلونسور وخدمت دي كومبان ديال الانفلونس، بقيت كنقلب على دي استراتيجي كيفاش نقدروا نجيبوا كلاينتس بثمن قل، وتحكيت مع المارشي المغربي مزيان. فاش خديت الدبلوم ديالي كنت مازال خدام في نفس الشركه، ومن بعد قررت انني نخرج باش نبدا البروجي ديالي اللي هو اب امباكت. فعلاش عاودت لكم هادشي كامل؟ اول حاجه باش نقول لكم كيف ما قلت لراسي واحد النهار ومازال كنقولها لراسي، راه ما عمرو كيفوت الحال باش تبدل داكشي اللي كدير الا ما كانش كيعجبك. ثاني حاجه، اذا كنتي شغوف بواحد الحاجه وقدرتي تحط لها واحد استراتيجيه باش توصل لاهدافك فيها، راك غتوصل ليهم. وثالث حاجه، النجاح السر ديالو هو التخطيط الاستراتيجي، المثابره والالتزام بالتعلم المستمر. هادشي اللي كاين. اذا بانت لك ان هذه القصه تقدر تعاون شي واحد من صحابك، بارطاجيها معاه. الا كنتي مازال ما ديرش ابوني ديرها، حيت مازال جايين بزاف ديال لي فيديو اللي غادي يعاونوك تطور من راسك. هادشي اللي كاين. كان معكم عبد الرحمن الحميم، سلام.